في واحد حبيبي كده كل ما يشوفني يقول لي اعمل لنا حلقه عن اسباب التعرق اللي في الايد وازاي نعالجها. ادي له حلول واقول له اسباب، يقول لي لا اعمل لنا حلقه. قلت له يا عم ابشر. فتعالى اقول لك على الاسباب، وايه منها اللي انا عندي عليها كنترول، وايه منها اللي انا ما عنديش عليها كنترول ولازم الجا فيها لطبيب، وايه العلاج بتاعها. رقم واحد الاسباب والعوامل. اهمهم اول حاجه عامل وراثي، ده بيكون زياده نشاط في الجهاز العصبي اللا ارادي، بيسبب ان الايد بتعرق بزياده. في الحاله دي ماليش اي كنترول عليها، لازم اروح لدكتور هو اللي يديني العلاج المناسب او التدخل الجراحي المناسب ليا. تاني عامل او تاني سبب مرضي، بيكون حاجه زي زياده النشاط الغده الدرقيه، او مرض السكر ومرض السمنه، حاجه زي الاضطرابات الهرمونيه. وفي بعض الادويه من اللي انا بستخدمها بتسبب زياده العرق اذا كان في الجسم او في الايد. وفي اسباب تبقى عوامل بقى خارجيه كده او من النمط الحياه بتاعي، اللايف ستايل بتاعي، زي الاكل السبايسي، التوابل، التدخين، الكافيين. طيب العلاج، وهل ليا كنترول عليها ولا لا؟ بالنسبه للوراثي ما عنديش عليها اي كنترول، لازم الدكتور هو اللي يتدخل. بالنسبه للمرضي برضه الدكتور هو اللي هيتدخل، بس بعد ما تعالج، بعد العلاج اقدر اروح للمدرب او الكوتش ويبدا ينظم لي لايف ستايل بتاعي، اذا كان اكلي يبقى صحي او نوع التمارين اللي بيقلل من العرق. يعني مثلا السكري، مريض السكر بيتسبب في العرق لان الجسم عنده عليه ضغط، فبالتالي بيعرق بزياده. فالرياضه بتاعتي او النشاط الرياضي بيبدا يقلل من الضغط ده. وطبعا السمنه، ما هي السمنه بتبقى ايه؟ دهون زياده وصوديوم زياده في الجسم. بقى الصوديوم لما يبقى زياده في الجسم بيخلي الجسم يفقد ميه ويوصله لحاله الجفاف، ففي الحاله دي انت بتعرق جدا. فالوراثي والمرضي لازم تلجا للدكتور، وبعد ما بتخلص مع الدكتور بتيجي للمدرب. او الرياضه عموما بتساهم وبتقلل من الاعراض. يعني الرياضه تقلل لك من الاعراض بس ما تعالجش. العلاج دكتور، العلاج طبي، اذا كانت ادويه او تدخل جراحي، الدكتور اللي بيحدد الحاله. لكن الرياضه بعد كده بتقلل من الاعراض دي، من اعراض العرق الزياده. السبب الثالث او العامل الثالث اللي هو بيبقى مني بقى اللايف ستايل بتاعي، اذا كانت درجه حراره عاليه بقعد في اماكن فيها حر كتير، ما مش تكييف الكلام ده، انا بقى عندي كنترول واقدر اعالجها. مثلا زي الاكل السبايسي والتوابل. الاكل السبايسي والتوابل بيضغط جدا على الجهاز الهضمي والمعده، فبيزود الحموضه، فزياده الحموضه دي بتتعب الجسم وبتزود درجه حراره الجسم، فبالتالي الجسم يعرق عشان يخفض درجه الحراره. فلو حضرتك بتاكل سبايسي، كلنا لما بناكل سبايسي بنعرق جامد، فانت لو العرق عندك اوفر مضايقك مستفزك تجنب الاكل السبايسي. ده علاج اهو، ده حل اهو. الحل الثاني تجنب الاكل اللي فيه توابل. لو انت عندك قولون عصبي بيبهدلك، فطبيعي هتتجنب التوابل، طبيعي هتتجنب الاكل السبايسي لانه بيضغط على جهازك الهضمي والجهاز والقولون العصبي، فبالتالي الجسم حرارته بتزيد فبتعرق. وكمان من الحاجات اللي انت بتتحكم فيها التدخين والكافيين. الكافيين نفس الفكره، الكافيين بيأذي جدا المريء، زياده الكافيين بيأذي جدا المريء لانه برضه بيعلي نفس الفكره وبيزود القرحه بتاعت المعده. لو انا عندي قرحه يزودها، ما يجيبليش قرحه بس هو يزود قرحه المعده، فبالتالي بيضغط على المريء، فبالتالي الجسم عندي بيزيد درجه الحراره فبيعرق. وبرضه من العوامل او الاسباب التوتر والعصبيه، وان انا بضغط على نفسي. ما انت لما بتتوتر او بتتعصب بطنك بتألمك. يعني انت لما تتوتر جامد في حاجه قلقاك جامد 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 بيحصل اضطراب في المعده، فده بالتالي بيضغط على الجسم فبيسبب برضه العرق. فانت مطالب منك ايه؟ مطالب منك ان انت ما تتوترش، ما تتعصبش على الفاضي، ما تشربش كافيين كتير، ما تشربش دخان كتير، تتجنب الاكل السبايسي وتتجنب الاكل اللي فيه توابل، وتمارس الرياضه وتشرب ميه كويس عشان لو في صوديوم متخزن في جسمك الجسم يقدر يصرفه، وتقلل اكل الموالح بقدر الامكان. كل ده يعالج لك او يقلل لك التعرق الزياده اذا كان في ايدك او في جسمك كله. طيب عملت كل ده، بقيت رياضي وبتاكل اكل صحي ومقلل التوتر وما بتدخنش وما بتشربش كافيين كتير، اكلك كوب او 2 قهوه في اليوم، يبقى في الحاله دي حضرتك عندك مشكله اذا كانت في الغده الدرقيه او هي اصلا وراثيه، فبالتالي لازم تتوجه للدكتور يكشف عليك، يديك ادويه، تدخل جراحي على حسب الحاله اللي هو يقدرها. تمام يا بطل؟ وريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتشاركنا برايك في الكومنتات، واللي عنده اي استفسار او سؤال يسال يكتب، وانا اعمل لكم فقره رد على اسئله، برد على كل اسئلتكم. وزي ما بقول لك دايما، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.